طاقية السلطان يلي انتشرت وانشهرت على السوشيال ميديا تعالوا نعملها مع بعض. أول شي رح نحضر للعجينة منحتاج لنص كوب مي دافية، نص كوب حليب دافي، ربع كوب زيت نباتي، وبياض بيضة وحدة. الصفار رح نشيله على جنب لحتى نستفاد منه بعدين. ظرف خميرة، ظرف فانيليا، 5 معالق سكر رح نحركهم منيح ليدوب السكر، وبعدها ضفت 3 أكواب طحين مع رشة خفيفة من الملح، وبعدها حركتهم وحسيت إنه لسه بحتاج فضفت كوب رابع من الطحين. يعني احتاجت عجينتي ل4 أكواب طحين، بجوز تحتاجوا أكتر أو أقل على حسب نوع الطحين يلي عندكن. وقسمت العجينة لقسمين، حطيت للقسم التاني معلقتين من الكاكاو، يفضل يكون كاكاو طعمه حلو. وبعدها عجنتن كتير منيح لحتى حصلت على هذا اللون، وبعدها حطيت قطعة زبدة وهيك عجنتن مع بعض لحتى تصير عندي العجينة طرية. فيكن تستبدلوا الزبدة بالزيت كمان، بس الزبدة بتعطي طعمة أطيب بكتير. وبعدها غلفتها بالستريتش، وهلأ اجيت على العجينة التانية أو القسم التاني كمان ضفتله قطعة زبدة وعجنتن مع بعض، وكمان غطيتها بالستريتش، ورح اتركهم لحتى يتخمروا. وكل ما كان المكان اللي عم يتخمر فيه العجين دافي بيتخمروا أسرع. أخدوا معي وقت تقريبًا 40 دقيقة. وهلأ رشّيت رشّة طحين وحطيت العجينة يلّي لونها بيضا أول شي رح أبدأ فيها، رشّيت فوقها طحين كمان وعلى الشوبك شوية طحين، وهيك عم ساويها على شكل مستطيل مدّيتها بهذا الشكل. ونفس الطريقة كمان مدّيت يلّي على كاكاو. حطيت العجينتين على بعض وحشيتها بالشوكولا، وكتروا شوكولا لإنه طعم العجينة ماله حلو، فأنتم عدلوا الطعمة بالحشوة. وبعدها متل ما إنكم شايفين كيف طريقة التشكيل عم ببرم هدول الشرايط برم، وبعدها لفيتها بهي الطريقة. هيك تقريبا صارت عنا جاهزة. قربت القسمين على بعض وحطيتها بقالب التشيز كيك. لازم تكون عندي حواف الصينية عالية، وهلأ غطيتها وتركتها ساعة كاملة لحتى تتخمر. وهي بعد التخمير شكلها. هلأ رح أقلكن على خليط الدهن يلي بدي أدهن فيه العجينة. هو عبارة عن صفار البيضة يلي شلناه أول شي مع شوية حليب، شوية خل، وشوية فانيليا. خلطتن مع بعض ودهنت الوش، ورح دخلها على فرن محمى مسبقا على درجة حرارة 180. رح شغل من فوق وتحت وحطها بالرف الوسط. أخدت مني وقت 20 دقيقة. وأول ما طلعت من الفرن مباشرة دهنتها بشوية زبدة مدوبة وغطيتها 10 دقايق. وهلأ رح نفك ال الصحن تبع التشيز كيك بعد 10 دقايق. ما شاء الله شوفوا كيف العجينة ناجحة وهيك نافشة، ريحتها بتدوب القلب، ريحتها هيك على معروك على كرواسون. جربوها جنب كاسة الشاي، كتير طيبة وبتشهي. لو عجبكن فيديو اليوم ما تنسوا تدعموا بلايك.